السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو بتاع النهاردة هعمل معاكم بسكوت نواعم بتاع زمان، فاكرينه؟ اكيد كلنا بنحبه. هنعمل كمية حلوة جدا من كوبايتين دقيق بس وبيضة واحدة، وكمان طريقة التشكيل بسيطة جدا من غير اي ادوات وهيطلع معاكي بالجمال ده. هكتب لكم المقادير بالكوباية في صندوق الوصف، ويلا بينا نشوف الفيديو ونشوف هنعمله ازاي مع بعض. اول حاجة عندي نص كوباية من الزبدة او السمنة، المتاح عندك استخدميه، بس تكون ساقعة ومش متجمدة. يعني انا تقريبا حطيتها في التلاجة قبل ما اشتغل فيها بربع ساعة، بس مجرد ان هي تسقع. بعد كده حطيت عليها نص كوباية من السكر البودر، حطيت عليهم كمان ربع كوباية من الزيت. هضرب دلوقتي المكونات دي مع بعضها سواء بمضرب كهربائي او بمضرب يدوي لحد ما يندمجوا كويس ويديني خليط كده لونه فاتح شبه الكريمة. هضيف عليهم بيضة واحدة عليها رشة من الفانيليا، وهرجع تاني اكمل ضرب لحد ما البيضة تندمج مع المكونات اللي قبلها. بعد كده بشيل المضرب خالص وهبدأ ان انا انزل المكونات الجافة. عندي كوبايتين من الدقيق، ربع كوباية من النشا، ورشة بسيطة جدا من الملح، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. المقادير دي مظبوطة جدا، انا معايرة بكوباية الشاي العادية، محتاجتش دقيق ولا اكتر ولا اقل. هي كده العجينة بتطلع حلوة جدا والبسكوت بيطلع ناعم. بخلط المكونات كلها مع بعضها لحد ما العجينة تلم من غير عجن خالص، عشان البسكوت ما ينشفش. مجرد ما الدقيق يختفي بوقف على طول. وده كده بيكون قوام العجينة، بتكون متماسكة بس طرية، تقدري انك انتي تشكليها وما بتتشققش معاكي في التشكيل. دلوقتي بقى هنبدأ ان احنا نشكل البسكوت بتاعنا. جبت كيس بلاستيك، افضل حاجة عشان تعرفي تتعاملي مع العجينة لان هي بتكون طرية. هحط العجينة عليه وهغطيها بكيس بلاستيك تاني، وهفرد العجينة بتاعت البسكوت بين الكياس. دي مش كمية العجينة كلها، انا باخد منها جزء جزء. بفرد بسمك يكون متوسط، ما يكونش تخين قوي وبرده ما يكونش رفيع قوي علشان ما يتحرقش في الفرن. يعني انتي عارفة البسكوت النواعم السمك بتاعه قد ايه؟ بنفس السمك تقريبا. بشيل بقى طبقة الكيس الاولانية وبأي قطعة مدورة او اي غطا علبة عندك، وبدأت ان انا اقطع البسكوت مدور بالشكل ده، واخده واحطه على طول في الصاج، وفي الاخر هنشكله بعد ما نخلص تقطيع الكمية كلها. شايفين الكيس بيساعدني ان انا انقل البسكوت، لان انا لو مسكته كده زي ما هو مرة واحدة هيتقطع طبعا وشكله هيتبهدل. مش عايزين برضو نزود دقيق، هيبقى العجينة متماسكة اكتر، بس البسكوت في الاخر مش هيطلع ناعم زي البسكوت النواعم اللي احنا بنجيبه من بره. اللي بيتفضل بقى بحط عليه شوية تانيين من العجينة، وبجمعه كده في النص، برضو ما بعجنش فيه خالص. برجع تاني بحط عليه الكيس وبفرده بنفس الطريقة لحد ما اخلص الكمية كلها. هوريكم بقى دلوقتي طلع قد ايه، تقريبا حوالي 30 بسكوتة. عملت الصينية دي والصينية دي كمان، وعملت الصاج ده. دلوقتي بقى هنبدأ ان احنا نشكل البسكوت. جبت قطعات مدورة او اي غطيان بعلب مختلفة، يعني اي حاجة مدورة موجودة عندك، وبدأت ان انا اشكل كده بالطريقة دي. بعمل الاول المقاس الكبير وبعد كده اصغر في اصغر لحد ما اخلص البسكوتة كلها بالشكل ده.
اي حاجات بقى مدورة عندك باحجام مختلفة زي كده، اي حاجة متوفرة تقدري انك انتي تستخدميها وتشكلي بيها البسكوت، ويطلع شكله حلو جدا من غير قالب ولا اي حاجة خالص. على بال ما شكلت كمية البسكوت كلها كنت مشغلة الفرن علشان يسخن. دخلت البسكوت على فرن سخن درجة حرارة 200. قعد تقريبا 10 دقايق الأول لحد ما أخد لون كويس من تحت. بعد كده فتحت له الشواية دقيقتين أو 3 بس علشان يتحمر شوية من فوق، وهيطلع زي ما هتشوفوه معايا دلوقتي. وهنا البسكوت استوى وخرج من الفرن. طول ما هو سخن او حتى دافي ما تحركهوش ابدا وما تنقلهوش من الصاج، استني لحد ما يبرد خالص وبعد كده انقليه، علشان البسكوت ناعم جدا ممكن وانتي بتمسكيه يتفرفت معاكي. بصوا شايفين شكله حلو قوي وتسويته مظبوطه وطعمه تحفه. بصوا ناعم جدا مش مستحمل اصلا ان انا امسكه، بيتفرفت على طول زي بسكوت نواعم بالظبط. كده وصلنا لاخر الفيديو، اشوفكم في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.